واحدة فضلا عن مئات الأنفس وألوفها فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الواجب على ولاة الأمور، وهنا نخص بالذكر الرئيس محمد البخاري وحكامنا من المسلمين وغيرهم، ألا يتهاونوا في تتبع السائين بالفساد في الأرض أيا كانوا، وملاحقة المجرمين وتنفيذ الحكم بالعدل فيهم بلا محايدة. وليس من العدل أن يحمل القبيلة بأكملها جريمة المجرمين من أهل تلك القبيلة، وأهل الإجرام موجودون في كل قبيلة وفي كل ولاية، ولا الحمية لقبيلة أو جنس على حساب الحق والعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. وأما أن تتخذ الحمية لقبيلة أو ضد قبيلة وسيلة لكسب الأصوات وتحقيق مصالح شخصية، فإن هذا من أعظم الظلم وأشده ظلما. وإن الله تعالى قد شرع القصاص من أجل حفظ النفوس. يقول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال أيضا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال جل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يتفضل على عباده برضوانه. اتقوا الله يا عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن من أسباب هذه الفتن التي تزهق فيها الأرواح وتهلك فيها الأموال والأرزاق الصراع بين أصحاب المواشي والمزارعين. ومن الأسباب التي أثارت هذه الصراعات سوء سياسة الأمة، حيث قامت بعض السلطات بالقضاء على طرق مرور المواشي ومراعيها وتوزيعها على الأتباع والمؤيدين، وأشد من ذلك إثارة نعارات القبيلة وتقسيم المواطنين بين الأصليين والقادمين، وكأن القادمين قدموا من كوكب خارج الكرة الأرضية وليسوا من المواطنين، فيجب القضاء على هذا الظلم وهذه النعارات. والعجب
أن الذين يثيرون هذه النعارات ويوقدون قتيل الفتن ويؤججون نارها هم المسؤولون عن أمن الأمة وسلامة أهلها فكأن الفتنة منهم تخرج وفيهم تعود نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. جماعة من سندي أن فسر yawancin wannan hutubar kuma abin da take kira shine tunatar da mu wajibcin kare rayuwar dan adam. Na farko dai muna fata al'ummanmu ta nan Kano da musulmi gaba daya ko me aka yi mu ci gaba da riko da umarnin Ubangiji subhanahu wata'ala da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda haramta mana jinin dan adam idan ba tare da wani haƙƙi na shari'a. Duk mutumin da yake ƙasar nan dukkan ƙabilarsa ko dukkan addininsa mu kare rayuwarsu da mutuncinsu da dukiyarsu idan ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba. Muna cikin wani lokaci